بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ النهاردة حاجة حلوة وخفيفة وسريعة ومش مكلفة. كنا بنشتريه من بره، العيال بيجيبوا الكيس دلوقتي ب5 جنيه، في 4 حبات او ب4 جنيه، في 4 حبات بس. دي بقى بسم الله ما شاء الله وليمة بنص كيلو دقيق او قولي كيلو الا ربع دقيق، بقطعة شوكولاتة، بايه تاني؟ يعني مكونات بسيطة خالص خالص. يلا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو حبايب قلبي، اذكر الله ذكرا كثيرا وصلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. رب يجعل قلوبكم عامرة بذكر الله ولسانكم رطبة بذكر الله. بصوا حبايب قلبي، هنا هناخد كوباية لبن، بس لبن على مية، مش لبن خام. يعني ايه؟ قولي كوباية لبن، انا حط عليهم بتاع كوباية مية واستعملتهم. كانوا عندي حبة لبن في التلاجة، خدتهم هنا كيس خميرة. ابعدي شويه ما تلزقيش فيا قوي كده. هنفضي عليهم وهنمزجهم في بعض. هنحط الحاجات السائلة الاول وهنمزجهم في بعض بيهم كده. والله يا بنات العيال يعني بص، كل حاجة بقت اسعار اسعار اسعار. ربنا يرحمنا. العيال بتقولك ايه؟ كيس الاندومي بقى ب6 جنيه، كيس الشيبسي بقى ب6 جنيه، كيس المولتو الصغير اللي فيه 4 حبايات بقى ب4 جنيه. بص يا بنات، هنا حطيت نص كوباية زيت بس، يا ريت انت ما تكترش الزيت. المفروض يعني ايه ربع كوباية عشان العجينة ما تنشفش منك، لانه من باب الامانة العجينة يعني ايه، هي طلعت حلوة وجميلة الله اكبر عليها وهشة، بس نشفة سنة بسيطة، وده تقريبا الزيت هو اللي نشفها. فانت حبيبة قلبي حط ربع كوباية زيت ونمزجهم كده مع بعضيهم، ونحط لهم 3 أو 4 معالق سكر. انا هنا نسيت احط السكر ونسيت احط كيس بيكنج باودر، فقلبته في الاخر. فضيت كيس البيكنج باودر على معلقة مية والسكر وفضيتهم على بعضيهم، قلبتهم كده بالمعلقة بسرعة عشان يندمجوا في بعض، وحطيتهم بس في الاخر لان انا نسيتهم خالص. معلش بقى، جل من لا يسهو. وهندمج بس في الوقت ده بقى، بعد ما ندمجهم بالمضرب، الوقت ده بقى مش عايز مضرب سيليكون زي كده، عايز ايد بقى لانه ده عجن. والمضرب طبعا زي ما انتوا شايفين العجن هيخش في قلبه وهيكلكع، فمش عاوز مضرب. بصوا هتلاقي المضرب تقل في ايدي اهو، والعجين دخل جوه، عشان كده في الوقت ده مش عايز مضرب. بصوا، عايز ايد بقى علشان تاخد وتدي في العجينة. بص المضرب على شكله عامل ازاي. يا ريت هي المضرب تدمجي بيه بس الحاجات الطرية هي ولسه سايلة، تدمجي بيه الحاجات الناشفة هي ولسه ناشفة قبل ما تحطي عليها حاجة. وهنا بقى عجنت بايدي في الطبق، ولما العجينة بقت حلوة وبتاخد وبتدي معايا فردتها على الرخامة عشان اخد وادي فيها براحتي، وعشان كل الحاجات اللي احنا حطيناها لها تندمج في بعضيها، وعشان تبقى لها عرق وتاخد وتدي. بص والله يا بنات يعني بجد، يعني سكة نص ساعة معايا، خدوا نص ساعة معايا، لانك بصي بتعملي وتحطي في الفرن على طول، وبسم الله ما شاء الله تقعدي يعني العيال تاكل. العيال كانت فرحانة بيه عشان حاجة جديدة واول مرة اعمله بصراحة. مكدبش عليكم، ان شاء الله المرة الجاية هعمله لكم تاني بطريقة تانية ان شاء الله. بس ما بتخمرش. ودينا يا حبايب قلبي بنشجع بعضينا، ودينا بنتعلم من بعضينا. وكده غطيتها بكيس، وهسيب العجينة نص ساعة بس تستريح مش تخمر. احنا ما بنخمرهاش يا حبايب قلبي، احنا بنسيبها بس تستريح عشان لما تيجي تفرديها وتنشبيها تبقى ايه، بتتفرد معاكي كده بسهولة، ما تبقاش ايه تشد معاك. وده كيس شوكولاتة خام كابري من بعيد. وهنقطعه بقى مكعبات على ما العجينة تستريح.
كان بقى جامد بقى، مطلعاه من التلاجة كان جامد. اللهم صل على النبي. نقول المولد ده كله تكلف كام؟ تكلف الشوكولاتة دي ب21 جنيه. خدت يعني الكيس، خدت 3/4. ونقول كيلو ونص دقيق، وكيس خميرة، وكيس بيكنج باودر، قولي لهم انت بقى لما تعملي وحبة نشا حبايب قلبي. معلش تحطوا حبة نشا قليلين في بتاع ربع كوباية شاي كده نشا، عشان ما تنشفوش منك. ادي من الحاجات اللي احنا صرفناها كلها. العيال فضلوا يومين ياكلوا فيه وفرحانين بيه بقى ومبسوطين ورايحين جايين عليه، لانه بسم الله ما شاء الله عملوا لي حبة حلوين. ده انا كمان كنت مستعجلة، فما اديتش العجينة حقها، لاني انا لما ما كنتش مستعجلة كان زماني ضعفت لي الكمية. كنت العجينة اللي انا بنشبها دي كنت عملتها 2. حتة العجينة اللي جنب دي كنت برضو عملتها 2. اي قطعة من العجينة اللي انا عملتها قطعة واحدة كنت عملتها 2. عشان ايه؟ ترمي معايا. لان انت في الاخر مش عايزة الا حتة عجينة رقيقة مفرودة، لما تلفيها هتديكي واحدة مولتو حلوة كده يعني ومعقولة، اللي هو زي المولتو اللي بنجيبه الصغير ده، مش المولتو بتاع الفرن الكبير، لا. نشبنا العجينة بقى، وزي ما انتوا شايفين هي اي نعم طلعت حتة فوق وحتة تحت، بس مش اشكال، شغالة برضو. مفيش حاجة ان شاء الله بفضل ربنا، مفيش حاجة هتترمي. يا ريت يا حبيبة قلبي ما تنسينيش لو وصلت لحد هنا في الفيديو معايا، ما تنسينيش في اللايك، ما تنسينيش في الشير، ما تنسينيش تكتبي لي كومنت كده حلو من ايديك وتقولوا لي ايه رأيكم في المولتو. وهو سهل جدا والله يا بنات، هي كل حاجة سهلة بفضل ربنا، مفيش حاجة صعبة. وكانت مثل بتقوله لي ست الله يرحمها، كانت بتقول دايما اللي فيه عقل وراس يعمل عمايل الناس. طول ما فيك دماغ تفكر وفيك عينين تشوف الحاجة مرة واحدة بس هتعمليها. لو أول مرة ما ظبطتش معاكي، تاني مرة هتظبط معاكي. لو تاني مرة ما ظبطتش معاكي ما تيأسيش، هتظبط معاكي. جربي مرة واتنين وتلاتة لحد ما الحاجة تتظبط معاكي. بص، أول مرة شايفين الفطرة طالعة عاملة ازاي، حتة عالية وحتة واطية ومش عارفة، مع اني والله الواحد يعني الحمد لله بيعرف يعمل فطير وكل حاجة. بس يلا قدر الله ما شاء فعل. الاستعجال لان بعملها ساعة المغرب، ساعة تجهيز الغدا بقى وتجهيز الأكل كله على دماغه، ونعمل جنبهم الغدا ونعمل الأكل، والعيال مصممين إن أنا أعمل لهم دلوقتي، طب بكرة، طب بالليل، آخر الليل كده مع بعضينا. لأ برضو مصممين إن أنا أعمل لهم دلوقتي. بص حبايب قلبي، بعد ما لفيناها دي بقى، لو العجينة صغيرة شوية ورقيقة شوية برضو هتديكي نفس الطريقة دي، وهترمي معاكي أكتر من الكمية دي. حبايبي لما تيجوا تنشبوها، ممكن يعني ايه بدل شعرة الدقيق اللي من فوق دي، عشان بس تطلع معاكم مورقة، ممكن تحط لها نشا، يدوب بس كده شعرة نشا بسيطة خالص، وتروحي تبليها وتحطها لها. مش بتبلها مية يعني، ترشها على العجينة دي بقى التانية. العجينة التانية هتتظبط ان شاء الله عن الاولانية شوية، وهتبقى احسن من الاولانية. بصوا حبايب قلب الكمية عملت لي قد ايه. ده طاسة صينية بتاعة الفرن اهي زي ما انتوا شايفين مليانة. وعملت لي برضو صينية تاني، بس انا كنت مقطعة الشوكولاتة حتت صغيرة لعشاق الشوكولاتة بقى، وعنده امكانيات يجيب ويحط يزود الشوكولاتة فيها. انا بصراحة مرضتش اكتر الشوكولاتة عشان تكفيني العجينة كلها، لكن الحمد لله بفضل ربنا كفت. ودي الصينية التانية حبايب قلبي، لما تدخلها الفرن وتشد قبل ما تحمر، تطلعيها وتدهني وشها زيت زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة، عشان تديك اللمعة اللي بتلاقيها في الكيس. اللمعة بتاعت المحلات. هي ممكن برضو تضربي بيضة بسرعة كده، وتحط عليها حبة زيت وشعرة فانيليا عشان ريحة الزفارة، نص كيس فانيليا يعني، وتروحي تحطيهم فيها وتدهني وشها، تديك اللمعة الاكتر بتاعت الاكياس والمحلات. بس انا ما عملتش ببيض، عملت بزيت بس زي ما وريتكم، وزيت خفيف عشان ما يبقاش تقيل.
لان احنا يعني مش حابين كتر الزيوت فيه، عايزينه خفيف. وفي ناس بتقليه بزيت، بس طريقة الفرن اخف واجمل. وادي المولتو بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، معنا طبقين. غير بقى العيال كل واحد كده خد واحدة. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشيروه وتكتبوا لي في الكومنت.